في فجر بعيد كان كوكب أدرى يشع بالنور والحياة. جباله تعانق السماء ومحيطاته تعكس ألوان الأفق. أهل أدرى عاشوا في تناغم مع الطبيعة وحضارتهم بنيت على المعرفة والسحر. ولكن في يوم غابر غزت سفن فضائية أدرى. هجم الغزاة الشياطين السماوية الذين كانوا يسعون للسيطرة على كل الكواكب. في ذلك الوقت اجتمع 4 من الأبطال كل يحمل قوته في قلبه. كانوا سيرينوس المحارب الفولاذي، فارس شجاع يملك درعا من الفولاذ يصد به كل الهجمات، يضرب بقوة تجعل الزمان يتجمد حول ضرباته، قادر على تحمل أقوى الصدمات والضربات، درعه كالسماء الصافية، سلأحه الذي يحمله في يده يشع كالنجم في الليل. ألفيا ساحرة الرياح، تحكم في الرياح وتصنع عاصفات تجتث كل من في طريقها، قادرة على رفع الرياح إلى عاصفات هائلة تكسر أجنحة الأعداء. وقادت معركها في قتال الزمان، فانهارت السفن الفضائية تحت ضروب عاصفاتها. رياحها قادرة على تفجر الجبال وتحطيم القوات. دراكو حامل النيران، يحمل قوة النار في يديه يحرق كل من يصل إليه. جسده متوهج كالشمس يحترق فيه حتى تصبح النيران تغلب جسده. تحت يده تشتعل زريبات النار في كل زاوية. قوته تجلب الرعود وتجعل التحت يحرق وفوق الزمان تحت شهبه. إيلينا الحارسة الزمنية، تحكم في الزمن بقوة تحتسي أسرار الطيور والأمواج، تجعل الحركات تتجه إلى النجاح أو تجنب الخطر. إذا حتمت الظروف قادرت على إعادة زمنها لتجنب الهزائم. في قتال شرس تحت جو دام، ساعتها تسير في أبناء الجمع. في ذلك اليوم اجتمعوا في مدينة زيفرا ليحاربوا الغزاة. سيرينوس اندفع إلى ساحة القتال يصد هجمات الأعداء بدون تردد. ألفيا رفعت الرياح وصارت عاصفاتها تجتث أجنحات السفن الفضائية. دراكو في الواقع وجعل النيران تنقض على جيوش الأعداء. وإيلينا بزمنها قادرت على تفادي الهجمات في اللحظات الحرجة. في فجر جديد قامت السفن الفضائية بهجمة جديدة. زخت النيزكوات على كل الزوايا في مدينة زيفرا. سيرينوس قابل الهجمات بصلابة واندفع ليحطم فيها تلك السفن. ألفيا لم تكن في وقته أبدا في حالة سبات، بل صارت رياحها قدم المجد. وقام دراكو بهجمة نارية تجلب النار في طريقه، حتى زلت الزريبات في غيوم ساخنة. إيلينا قامت بإيقاف الزمان ليجنبوا الوحشة. هجم الأعداء على الأبطال بفرق جديدة، لكن الأبطال فجروا القتال في أوله. تحاربوا لساعات وبالرغم من قوة الغزاة زادت الأبطال عزما. اتحدوا في كل هجمة وصروا قوة لا يمكن هزمها. إذا هجم العدو بقوته ردت ألفيا العاصفات ورد سيرينوس بفولاذه. دراكو أحرق الأرض بالنيران فجعل الغزاة يفرون وإيلينا حفظت الزمن لتحافظ على حياة أصدقائها. في نهاية المعركة بارزت السفن الفضائية وتمزقت. غزاة أدرى لم يكونوا قادرين على مواصلة هجومهم. ترك الأبطال 4 دمارا وحطموا قوة العدو. مع كل الهجمات تجسدت الصلابة وقوة الوحدة في أجسادهم. مع النصر تجمعوا في سماء أدرى وفكروا في مصير كوكبهم. قد حفظوا أدرى هذا اليوم لكنهم كانوا يعلمون أن التهديدات قادمة. سماء أدرى لم تكن خالية من الخطر، ولكن الأبطال كانوا مستعدين لمواجهة أي عدو يأتي ليحارب كوكبهم.